السلام عليكم طلاب، وياكم زميلكم علي الهادي من أكاديمية The Good Doctor. واليوم عندنا أولى محاضرات مادة Principles of Pharmacy مبادئ الصيدلة على منهج كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية. ليش The Good Doctor Academy؟ لأنه The Good Doctor Academy تقدم لك شرح زين، إضافة إلى أنه الشرح هذا راح يكون على منهج الكلية مالتك. وبالتالي راح نبلش هسه بالمحاضرة الأولى والخاصة بمادة مبادئ الصيدلة، وعلى بركة الله نبدأ. أول شيء عندنا بهاي المحاضرة هي الانترودكشن، هي عبارة عن تعريف عن هاي المادة. الفكرة من هذا التعريف إنه إحنا نعرف شنو هي Principles of Pharmacy، شنو هي مبادئ الصيدلة، شنو هي Pharmaceutical Calculations أو الحسابات الصيدلانية. الحسابات الصيدلانية هي عبارة عن area of study that applies the basic principles of mathematics. هي عبارة عن منطقة. المنطقة هاي احنا نطبق بيها العمليات الرياضية الأساسية اللي تعلمناها. يعني شنو عمليات رياضية؟ يعني جمع، طرح، ضرب، قسمة. هاي العمليات البسيطة نطبقها بالحسابات الصيدلانية. ليش نسوي هذه العملية؟ على مود نحضر for the preparation لتحضير of safe and effective use of pharmaceuticals. نحضر مستحضرات صيدلانية تكون آمنة وفعالة بنفس الوقت. وبالتالي بشكل سريع الحسابات الصيدلانية هي منطقة نطبق بها عمليات رياضية على مود نحضر بها مستحضرات صيدلانية زينة وفعالة وآمنة لهذا المريض. يقول لك and for effective use of pharmaceuticals success in performing pharmaceutical calculations is based on. على مود نحضر مستحضرات صيدلانية كل الزينة. تطبيق الحسابات الصيدلانية على مود يكون تطبيق صحيح ومرتب لازم يكون مبني على الأمور الآتية. أولا an understanding of the purpose or goal of the problem، يعني لازم أفهم الهدف مال المشكلة، أنا وين أريد أوصل. هسه راح نوضحها للنقاط بشكل مفصل أكثر. ثانيا أسوي assessment للarithmetic process required to reach the goal، أطبق أو أشوف شنو العمليات الرياضية الصحيحة اللي أني أريدها، اللي أني أحتاجها على مود أحل المشكلة مالتي. الشغلة الثالثة أسوي implementation of the correct arithmetic manipulations، أطبق العمليات الرياضية الصحيحة اللي أني أريدها على مود أحل المشكلة مالتي. يعني شنو؟ يعني هسه أني إجتني وصفة بالصيدلية، الوصفة خلينا نقول هذا الدفتر يعبر عن وصفة، إجيت لزمت الوصفة طوعت عليها، لقيت بالوصفة لازم أسوي فد حسابات صيدلانية، عندي عملية صيدلانية لازم أحلها. شنو أسوي؟ شنو أفكر؟ راح أطبق هاي الخطوات الثلاثة. يعني شنو؟ يعني أول شيء أسوي understand للpurpose والgoal، أفهم شنو المشكلة اللي عندي، شلون راح أطبق العمليات دني اللي عندي. الشغلة الثانية أشوف يا عملية اللي أحتاجها، أحتاج طرح، ضرب، قسمة، شو أسوي بهاي الهوسة كلها. الشغلة الثالثة أقول يابا خلي أطبق العمليات الرياضية الصحيحة على مود أحل الموضوع كله اللي عندي. فبهالطريقة هاي كإنترودكشن، مقدمة بسيطة عن الحسابات الصيدلانية. يقول لك following steps are suggested in addressing the calculations problem. عندي فد خطوات معينة، هاي الخطوات المعينة أنا أمشي عليها على مود أحل فد مشكلة دا تصير عندي بالحسابات الصيدلانية. الخطوات هن 5 خطوات. أول خطوة هي take the time necessary to carefully read and thoughtfully consider the problem prior to engaging in the computations. يعني شنو؟ يعني أخذ وقتي الكافي، أخذ الوقت الكافي والضروري على مود أفهم المشكلة اللي دا تصير عندي، أقرأ الوصفة، أفهم شنو المشكلة اللي دا تصير، بعدين راح يعني شلون أقول engage، راح يعني أطبق الحسابات الصيدلانية مالتي اللي أحتاجها. يعني شنو؟ يعني understanding of the purpose or goal of the problem and type of calculations، أفهم المشكلة، أفهم الهدف مالتي يعني purpose of the problem، وبالنهاية شنو نوع العمليات الحسابية الرياضية اللي أنا أحتاج أطبقها that are required will provide the needed direction and confidence. ورا ما أنا فهمت شو مطلوب من عندي بالوصفة، فهمت شنو المشكلة اللي لازم أحلها، شنو العملية الرياضية اللي لازم أطبقها، هسه أقول يابا الأمور تمام مالتي، عرفت الطريق اللي حمشي بيه the needed direction، وبنفس الوقت راح أمشي بثقة. هاي الشغلة الأولى. الستep الثانية estimate the dimension of the answer in both quantity and units of measure to satisfy the requirements of the problem.
اسوي يعني اقدر ابعاد المشكلة اللي عندي، يعني افهم ايش قد اني محتاج او شنو الكمية اللي عندي، شنو الوحدات اللي موجودة اللي عندي. الوحدات اقصد بها جرام، مليجرام، لتر، هاي الامور ذني كلهن، على مود يعني اخذ كل الريكوايرمنتس، كل متطلبات المشكلة اللي تصير عندي بهالطريقة. الستيب الثالثة اسوي perform للنecessary calculations، اطبق العمليات الرياضية الصحيحة الاساسية والضرورية على مود احل المشكلة اللي تصير عندي using the appropriate method both for efficiency and understanding. واستخدم الطريقة الصحيحة على مود احضر مستحضر صيدلاني او اوصل لمرحلة انه التحضيرة مالتي راح تكون صحيحة 100% ومفهومة 100% والامور مالتي كلها تمام. هاي كستيب الثالثة. الستيب الرابعة: before assuming that an answer is correct, the problem should be read again and all calculations checked. قبل ما اقول انه الوصفة الصحيحة او الحسابات اللي سويتها او فهمي للموضوع صحيح، لازم اتشيك كل شيء. ارجع على الوصفة، اشوف المشكلة اللي عندي شنية، قريت المشكلة اللي عندي، اموري تمام، فهمي صحيح للجول، اباوع على الكالكوليشنز مالتي، صحيح الفهم مال الكالكوليشنز مالتي، صحيح تطبيقها، صحيح العملية اللي اختاريتها، يلا ذاك الوقت اقول انه الامور كلها تمام. اخر شيء consider the reasonableness of the answer in terms of numerical value including the proper position of decimal point and unit of measure. نشيك كل الامور انه النوميريكال فاليو مالتي صحيحه، يعني القيمه العدديه مالتي صحيحه، الوحدات مالتي صحيحه، البوينت احنا عندنا مثلا 0.3 خلينا نقول، اشيك هذا البوينت صحيح مكانه لو لا، لو المفروض تصير 0.03 بهالطريقه يعني. فهاي خلينا نقول كستبس جنرال على مود نفهم الحسابات الصيدلانيه شلون دا تصير. الشابتر مالتي راح يغطي لي هاي المواضيع الآتية، واللي شوية شوية راح نتعرف على وحدة وحدة إن شاء الله بالمحاضرات القادمة، وبهاي المحاضرة وبالمحاضرات القادمة. بعد ما نكمل هذا الشابتر راح نتعلم عدد من الأمور، نعرف شنو الكومن فراكشن، شنو الديسيمال فراكشن، شلون نحول بيناتهن، العمليات الرياضية اللي نحتاجهن، النسبة، البرسنتج and their corresponding equivalent. راح نعرف الريشيو، راح نعرف البروبوشن وشنو دورهن بحل المشكلات. هاي الاشياء كلها راح نعرفها هسه بهاي المحاضرة. نجي على عندي شيء اسمه الكومن and decimal fractions. الكومن والديسيمال fractions موضوع كلش مهم ويجي عليه مسائل بالامتحان او تجي عليه اختيارات بالامتحان. بالبداية الكومن fraction راح ناخذ هي شنو معنى الكومن fraction؟ يعني portions of a whole expressed as 1/3 7/8 and so forth. هي عبارة عن من اقول لك common fraction راح يجي ببالك بسط ومقام يفصل بيناتهم خط كسر. يعني من اقول لك common fraction يعني 1/3 7/8 1/4 5/6 بهالطريقة. مثل ما قلت عندي بسط عندي مقام يفصل بيناتهم خط كسر. هي تستخدم بالصيدليات، لكن اليوم حقيقة يعني هاي استخدامها يكون بشكل كلش نادر، كلش نادر، يعني يكاد انه ما تستخدم بالصيدليات، وبالتالي يعني they are used rarely in pharmacy calculations nowadays بهالطريقة. أبناء يعني هي بيها عمليات همينة اللي هي طرح، قسمة، ضرب، جمع بهالطريقة. It's recalled that when adding or subtracting a fraction the use of common denominator is required. يعني يقول لك حتى من تجمع أو تطرح قواعد الكسور اللي هي رياضيات إنه لازم أوحد المقامات، أسوي common denominator يعني توحيد المقامات. والprocess of multiplying and dividing with a fraction is recalled by the following examples. هسه راح ينطيني فد examples معينة، هاي الاكزامبلز معينة راح استفاد من عدها على مود اعرف العمليات الحسابية الضرورية اللي لازم اطبقها. من استخدم او من اشوف هاي النوت مهمة وراح تفيدني بالمسائل. هاي هنا هذه مهمة. شنو الفكرة منها؟ من تجيني common fraction بالسؤال الافضل انه احولها الى decimal fraction حتى اخلص من هاي الهوسة كلها. جمع الديسيمال فراكشن اسهل من جمع ال1/2 1/4 بهالطريقة، لا احتاج توحيد مقامات ولا احتاج اي شيء ثاني. فهنا الملاحظة تقول لك when a common fractions appear in calculations problem it's often best to convert them to decimal fractions before solving على مود الامور مالتي تكون كلها تمام. هذا شيء. الديسيمال fraction شنو هي الديسيمال fraction؟ الديسيمال fraction is the fraction with a denominator of 10 or any power of 10 and is expressed decimally rather than a common fraction. يعني شنو؟
الديسيمال فراكشن هي أي رقم على 10، أي رقم على 10 أو مضاعفات العشرة. 1 على 10 يعني 0.1، 1 على 100 يعني 0.01، 1 على 1000 يعني 0.001 بهالطريقة. وبالتالي هنا أنا منطيني مثال عليها. 1 على 10 هي 0.10 تصير بهالطريقة. 45 على 100 راح تصير 0.45 بهالطريقة، يعني 45 بالمية تنقل يعني. على مود احول الكومن فراكشن الى ديسيمال فراكشن شو اسوي؟ اقسم البسط على المقام. divide the denominator into denominator. 1 على 8 وراح تساوي لي 1 تقسيم 8 وتساوي لي 0.125. هاي ال 125 منين اجت؟ اجت من تقسيم الواحد على 8. اما الديسيمال فراكشن احولها للكومن فراكشن، فاحنا قلنا انه الديسيمال فراكشن هي على 100 او على 10، على 10 او مضاعفات العشرة. يعني مثلا عندي ال 0.25، 0.25 جاية من 25 على 100 وراح تساوي لي ال 25 بيها 1، ال 100 بيها 4، راح تساوي لي 1 على 4 او ربع تنلفظ. فيعني بهالطريقة يكون التحويلات. الcommon arithmetic symbols used in pharmaceutical calculations. احنا قلنا شنو هي pharmaceutical calculations؟ هي مساحة او منطقة نطبق بيها عمليات رياضية اساسية. فشنو هاي العمليات الرياضية الاساسية اللي راح نطبقها بالpharmaceutical calculations؟ عندي هذا الرمز اللي هو البرسنت، هذا بالمية parts per 100 بالمية. اما هذا الرمز الثاني هو نفس رمز البرسنت، لكن هنا أنا اكو هذه النقطة اذا تشوفوها هاي معناها بالالف parts per 1000. هذا جمع طرح اللي هو plus add or positive. هنا negative اللي هو يعني ناقص، minus معناها ناقص، subtract معناها اطرح، او negative معناها سالب. هنا موجب او ناقص، قسمة، هذا خط الكسر اللي هو ايضا قسمة، هذه علامة الضرب، هنا علامة الاكبر والاصغر، هنا علامة اليساوي. بهالطريقة هاي التقسيمات هي عبارة عن رياضيات اساسية احنا ان شاء الله نعرفها وقاريها بالسادس اعدادي وامورنا يعني تمام عليها. يعني بس مجرد هاي تعرف انه اكو هيك عمليات حسابية نطبقها. نجي على موضوع مهم وبمسائل. الموضوع المهم اللي هو البرسنت. percent معناها in 100 يعني بالمية، بالمية. يعني مثلا نقول 50%. عندي 50 جزء موجود وين؟ موجود ب100 جزء. عندي 100 طالب نجحوا منهم 50 طالب، نسبة النجاح ايش قد؟ نسبة النجاح 50%. يعني عندي 50 طالب نجحوا ضمن 100 طالب. ف 50% means 50 part in each of 100 of the same item. بهالطريقة. الكومن فراكشن اقدر احولها للبرسنت. الديسيمال فراكشن ايضا اقدر احولها للبرسنت. شلون احولهن؟ احولهن بالطريقة الاتية. 3 على 8 شلون احولها على البرسنت؟ اقول 3 تقسيم 8 راح يطلع لي رقم، الرقم اللي طلع لي اضربه في 100. باعوا هنا شلون طالع؟ 3 على 8 في 100 وتساوي لي 37.5% بهالطريقة. اما الديسيمال فراكشن فالديسيمال فراكشن ما يحتاج اقسم او اسوي شيء، هي مجرد اضرب. 0.125 في 100 تساوي لي 12.5 12.5% هو الانسر. يعني الكومن فراكشن تتحول الى البرسنت عن طريق تقسيم البسط على المقام في 100. اما الديسيمال فراكشن فهي مباشرة في 100. هذه البراكتس بروبلمز هذه ان شاء الله محلولة وموجودة بفيديو منفصل شارحة على السبورة على مود الامور مالتي تكون كلها تمام. فهذا موجود بفيديو منفصل راح يتم ارفاقه ايضا مع المحاضرة. نجي على يعني بنهاية المحاضرة راح تلقون الانسرز مالتهن بالفيديو راح يكون مدمج ويا هذا. نجي على الريشيو. الريشيو مصطلح مهم، فيقول لك العلاقة بين تو كوانتيتيز. يعني انا عندي خلينا نقول اسمنت وعندي فد مادة ثانية، علاقة بين هاي المادة وهاي المادة تساوي، يعني هي هاي نعبر عنها بالريشيو بالنسبة، نسبة المادة الفلانية الى المادة الفلانية. عندي خلينا نقول مادة عندي منها 20 جرام ومادة عندي منها شقد 40 جرام. راح اقول عندي كل 1 جرام من مادة A يقابل 2 جرام من مادة B. بهالطريقة هي عبارة عن نسبة مادة إلى مادة، عدد إلى عدد.
Since a ratio relates the relative value of two numbers, it resembles a common fraction except in the way in which it's presented. يعني شنو؟ يعني بابا هنا يقول لك كل القواعد اللي تحكم الكومن فراكشن تنطبق أيضا على الريشيو. الكومن فراكشن عرفناه انه هي 1 على 2 2 على 4 بهالطريقة. كل القواعد اللي تحكمها فهي تحكم أيضا شنو؟ تحكم الريشيو. زين، شنو الفرق لعد بيناتهم؟ الفرق بطريقة القراءة، بطريقة التقديم. يعني شنو؟ يعني أنا عندي 1 على 2 1 على 2 هذا common fraction. من أريد أحكي أو أنطقه أو أعبر عنه شو أقول 1 على 2 أو أقول نص. هذا يقرأ ك1 half. أما الريشيو شلون تقرأ؟ الريشيو تقرأ خلينا نقول 1 على 2 نفسها أسويها كريشيو راح تصير 1 نقطتين 2. هاي شلون أقرأها؟ أقرأها 1 إلى 2. يعني هاي النقطتين إلى تعتبر 1 إلى 2. بالإنجليزي شلون تنقري؟ 1 is to 2. 1 إلى 2. 1 is to 2 بهالطريقة. الفاليو مال من انت عندك هذا يجي MCQ او يجي يعني كسؤال يعني بهالطريقة يجي MCQ انا اشوفه. عندي ريشيو 20 إلى 4 أو 20 على 4 إلهن القيمة 5. هاي 20 إلى 4 يعني إلى 4 أو 20 على 4 ضربتهن في 100 قسمتهن على 40 حرقتهن دمرتهن. شو أسوي لهن؟ أسوي راح تبقى قيمتهن 5 بهالطريقة. يعني يجي سؤال مثلا بالامتحان يقول لك يابا أنا عندي 20 إلى 4 ضربتها خلينا نقول في 100 فصارت لي كذا. القيمة مالتهم كانت 5. ايش قد القيمة مالتهم صارت؟ القيمة مالتهم راح تبقى 5. The value is unchanged. The value being the quotient of the first term divided by the second. الفاليو هي عبارة عن 20 إلى 4. خلينا نقول 20 تقسيم 4. ايش قد راح تطلع لي؟ راح تطلع لي 5. والخمسة هي هاي الفاليو مالتهن. فإذا أعطاك رقم قال لك شنو الفاليو مال هاي النسبة، تقسم الأول على الثاني البسط على المقام ويطلع لي الفاليو بهالطريقة. يعني هسه هذا هنا 20 إلى 4. 20 إلى 4 قسمتها على 2 ايش قد صارت؟ 10 إلى 2. نفس الشيء العشرة بيها ايش قد؟ بيها 5. الاثنين بيها 1. فالفاليو ايش قد كانت أو صارت؟ 5. نفس الفاليو القديمة اللي كانت عندي. هاي بالنسبة للريشيو. من يقول لك انه الريشيوز عندي ريشيو معينة اثنيناتهن متساويات اثنيناتهن عندهن السيم فاليو، هذني شو نسميهن؟ نسميهن equivalent. شو نسميهن؟ نسميهن equivalent. An interesting fact about equivalent معناها المتكافئات equivalent ratios is that the product of nominator of one and the denominator of others equal the product of the denominator of one and the nominator of the other. That is the cross products are equal. يعني شنو هاي الهوسة كلها؟ هاي الهوسة كلها معناها الآتي. عندي 2 على 4 تساوي لي 4 على 8. ذني نسبة واحدة إلى تساوي الثانية. إذا أضرب الاثنين في 8 شو راح تنطيني؟ راح تنطيني 16. 2 في 8 16. أجي على البسط عفوا على المقام الأربعة. 4 في 4 يعني طرفين في وسطين. 4 في 4 أيضا صارت لي شنو؟ صارت لي 16. فنقول لك إنه حقيقة مثيرة للاهتمام إنه يعني إحنا عندنا نسبتين متكافئة واحدة تكافئ الثانية وبالتالي أو عندهن السيم فاليو. خلينا نقول مثل ما قلت لك الفاليو بدنا نحصلها من قسمة البسط على المقام. فمن عندي نسبتين إلهن السيم فاليو إذا أسوي طرفا في وسطين نفس القيمة راح تطلع لي بهالطريقة. وبنفس الوقت إذا عكستهن نفس الشيء راح يصير ما حيتغير أي شيء ثاني. يعني شلون عكستهن؟ يعني البسط خليتها مقام والمقام خليته بسط. شلون هنا يقول لك because 2 على 4 تساوي لي 4 على 8. نفس الفكرة يعني البسط المقام حولته إلى بسط صار 4 على 2 تساوي لي المقام حولته إلى بسط صار 8 على 4 بهالطريقة. يعني أيضا متساويات إنه هاي القيمة تساوي لي عفوا هاي القيمة بهالطريقة. An extremely useful practice application of this fact is known as proportion. The proportion شنو هي؟ Proportion is expressed as the equality of two ratios. It may be written in one of three standard forms. proportion هي مساواة
قيمتين، القيمة الفلانية تساوي لي القيمة الفلانية، أو النسبة الفلانية تساوي لي النسبة الفلانية. الريشيو هي نسبة واحدة، أما البروبوشن هي نسبة ريشيو إلى ريشيو ثانية. تكتب بثلاثة طرق. شنو طرق كتابتها؟ A إلى B تساوي لي C إلى D. هاي ريشيو مستقلة بذاتها، وهاي ريشيو مستقلة بذاتها. أو تكتب كالآتي: A إلى B الممكن اللي يساوي راح تصير هاي الأربع نقاط يعني أيضا معناها أيضا يساوي C إلى D. ثالثا نفس الفكرة، بمكان ما أسويها كريشيو أكتبها ككومن فراكشن. A على B تساوي لي C على D، كون هذا C يمثل البسط والD تمثل المقام. For these expressions is read A is to B as C is to D. يعني A تساوي لي B أو A إلى B كما هي C إلى D بهالطريقة. ال A تسمى الإكستريمست اللي هي طرف المعادلة، أما ال B وال C تسمى الميدل نمبرز أو الأرقام الوسطية. يعني هذه ال A تشوفوها ايش قد بعيدة، يعني ال A هاي بعيدة وال C هاي بعيدة، عفوا ال D هاي بعيدة، فال A وال D يسموهن إكستريمست أو الأوترز، يعني خارج المعادلة أو يعني بالطرفيات يسموها. أما ال B والسي فهن middle numbers هن موجودات بالداخل. هنا هسه راح نجي ناخذ examples معينة. هاي الاكزامبلز يعني تفيدني بالحل وتعلمني همين شلون اجاوب بالامتحان. نقول لك يابا انا عندي شقد، عندي 3 حبايات تحت من الاسبرين. هاي ال3 حبايات من الاسبرين 3 tablets of aspirin contain 975 ملغ. 3 حبايات تحتوي على 975 ملغ من الأسبرين. How many milligrams should be contained in 12 tablet in 12 tablets؟ هاي هيجي نوع من الأسئلة كلش مهمة وكلش يجي بالامتحان. أمثل لكم إياه. عندي 3 حبايات من دواء معين اللي هو الأسبرين. 3 حبايات تحتوي على 975 ملغ من هذا الأسبرين. يعني عندي 12 حباية. 12 حباية، كم الكمية التي سوف تحتويها هاي ال 12 حباية من الأسبرين؟ بهالطريقة نجي نمثلها. نقول عندي 3 حبايات تحتوي لي على 975. كم كمية الأسبرين التي سوف تكون موجودة في 12 حبة؟ فهنا 3 تابلتس تساوي لي 975 الكمية اللي تحتويها. 12 تابلت تساوي لي شقد؟ تساوي لي X اللي هي القيمة اللي أنا أريدها. عملية راح تصير نسبة وتناسب طرفين في وسطين. راح أقول الإكس تساوي لي إكس في 3، ال3 راح تصير بالمقام. 12 في 975 راح تصير بالبسط. راح أضرب ال 12 في 975 وأقسمها على 3، راح يطلع لي الحل النهائي مالتي واللي هو شقد 3900 ملغ. نفس هذا السؤال ممكن اغير بالمطالب مالته، اعطيك رقم واخذ من عندك رقم. شلون؟ راح نشوفه هنا. نقول لك if 3 tablets contain 975 ملغ of aspirin. نفس المثال السابق، عندي 3 حبات تحتوي لي على 975 ملغ من الاسبرين. How many tablets should contain 3900 ملغ؟ اذا اني 3 حبايات بها 975 جبت لك 3900 ملغ. هاي 3900 ملغ من الاسبرين كم حباية راح تكون موجودة؟ راح نجي نطبق القانون واللي هو نفس الشيء، طرفين في وسطين. راح اقول عندي 3 حبايات تساوي لي 975 ملغ. زين 3900 ملغ بكم حباية موجودة؟ اللي هي فرضناها شقد X. راح اقول انه طرفين في وسطين. X في 975 صارت بالمقام. 3 في 3900 راح نضرب 3 في 3900 تقسيم 975 راح يطلع لي الحل شقد 12 حبة. بهالطريقة نفس السؤال السابق بس سويت غيرت بالمطالب. هنا انا انطيتك عندي 12 حباية، قلت لك كم كمية الاسبرين الموجودة ب 12 حباية؟ طلعت 3900. المثال الثاني انطيتك ل 3900 قلت لك كم حبة راح تحتوي لي 3900 ملغ من الاسبرين؟ طلعناها 12 حبة. نفس الشيء بالسلايد الجاي. السلايد الجاي يقول لك اذا انا عندي 12 حباية من الاسبرين،
هاي ال 12 حباية تحتوي لي على شقد؟ تحتوي لي على 3900 ملغرام من الأسبرين. How many milligrams should 3 tablets contain؟ كم عدد الملغرامات اللي راح تحتويها 3 حبايات؟ نفس البوينت. 12 حباية تحتوي لي على 3900 ملغرام. 3 حبايات كم ملغرام تحتوي لي؟ اللي راح افرضها اكس، راح اقول طرفين في وسطين، راح يطلع لي 975 ملغرام. نفس الفكرة بالمثال الجاي. يعني هنا بمكان ما كان رايد من عندي اطلع 12 حبة، يعني كم الكمية اللي موجودة ب 3900، هنا رايد كم الكمية او كم حبة تحتوي لي على 975 ملغرام. نفس البوينت. Proportions need not contain whole numbers. If common or decimal fraction are supplied in data, they may be included in proportion without changing the method. For ease of calculation, it's recommended that common fraction be converted to decimal fraction prior to setting up the proportion. يقول لك يابا على مود احنا الامور مالتي تكون واضحة والامور مالتي تكون زينة، لازم احول او يفضل ان احول اي common fraction القاها الى decimal fraction على مود اخليها بشكل نسبة وتناسب. يعني شنو؟ يعني ينطيني هذا الاكزامبل الاتي. If 30 milliliters represent سدس الفوليوم of the prescription، جتك وصفة طبية بيها هاي الوصفة 30 مل، هاي ال 30 مل تمثل لي شقد؟ تمثل لي سدس القيمة، سدس قيمة الوصفة 1/6. How many milliliters will represent the 1/4 of the volume؟ كم عدد المليلتر اللي احتاجهن على مود تمثل لي قيمة ربع الوصفة؟ ياهو الأكبر، السدس لو الربع، الربع هو الأكبر. شو راح أحل هذه العملية؟ راح أحل هاي العملية بمكان ما 1/4 وهاي الهوسة كلها تخربطني، أحول الكومن فراكشن إلى ديسيمال فراكشن حتى أموري تكون تامة وكاملة ومحلولة. 1/6 تساوي لي 0.167. منين جبت ال 0.167؟ قسمت 1/6 طلعت لي هاي القيمة. 1/4 أيضا قسمتها طلعت لي هاي القيمة. راح أقول إذا كانت 0.167 تساوي لي 30، يعني إذا كانت 30 مليلتر تمثل لي سدس قيمة الوصفة، إذا كم المليلترات اللي أحتاجها واللي يمثل لي ربع القيمة؟ طرفين في وسطين. راح نقول x تساوي لي 30 في 0.25 تقسيم 0.167، راح تطلع لي النتيجة 44.91 مليلتر، وتقريبا تساوي 45 مليلتر، واللي هو الانسر مالتي على مود الامور مالتي تكون كلها تمام ومرتبة. فمثل ما قلت أنا دائما أحول أي common fraction إلى decimal fraction على مود الحسابات مالتي تكون كلها زينة كلها تمام. البراكتس بروبلمز اللي موجودات هنا راح يتم حلهن بفيديو منفصل راح ينشر اليوم إن شاء الله مع هذه المحاضرة أو بعد هذه المحاضرة. The International System of Units اللي هو ال SI Unit. احنا عندنا عدد من الوحدات اللي موجودة والوحدات اللي نستخدمها بالحسابات الصيدلانية. من ضمن هاي الوحدات اللي موجودة واللي نستخدمها بالحسابات الصيدلانية شيء اسمه المترك سيستم، اللي هو من ضمن الوحدات الدولية من ضمن ال International Units. المترك سيستم internationally recognized decimal system of weights and measure. Today, the pharmaceutical research and manufacturing industry, the official the official pharmacopoeia of the United States Pharmacopoeia, National Formulary, and the practice of pharmacy reflects conversion of the SI system. The reasons for the transition include. يعني شنو؟ أولاً إحنا بدنا نستخدم الديسيمال فراكشن، هاي بكل شيء بالفارماكوبيا، دستور الأدوية، بالناشونال فورمولاري وغيرهن. هاي الديسيمال فراكشنز بدنا نستخدمها لأنه هي بسيطة، لأنه هي كلش simple. The simplicity of the decimal system, the clarity provided by the base units and prefixes in the SI. طفت الكهرباء سوري. The clarity provided by the base units and the prefix of the SI. The ease of scientific and professional communications through the use of the standardized and internationally accepted system of weights and measure.
يعني هاي الهوسة كلها شنو حتى نوضحها بشكل أحسن. أولا بدنا نستخدم الديسيمال فراكشن لأنه هي simple، لأنه هي بسيطة ونعرف نتعامل وياها والأمور تمام مالتها. الشغلة الثانية بدنا نستخدم الاس اي يونت أو المترك سيستم بدنا نستخدمها. ليش؟ لأنه هي وحدات ثابتة وموجودة بالكرة الأرضية كلها، واضحة جدا، إضافة إلى أنه مفيدة بالساينتفك والبروفيشنال كوميونيكيشنز، بالحوارات العلمية اللي دا تصير، وهي internationally accepted، مقبولة دوليا كوحدات تستخدم للويتس للأوزان، وتستخدم للحجوم لقياس الحجوم. زين هاي الوحدات اللي نحكي عليها اللي هي المترك سيستم، شنو هي هاي الوحدات وشنو الترتيبات مالتها؟ هسه راح نجي نتعرف عليها. الميجر اوف فوليوم بالمترك سيستم قياس الحجوم. الميجر اوف فوليوم اللتر هي الوحدة الأساسية اللي موجودة بهاي الميجر اوف فوليوم بقياس الحجوم. اللتر يعني شنو؟ يعني 1 لتر يساوي لي 1000 ملي لتر، 1 لتر يساوي لي 1000 ملي لتر، الواحد ملي لتر يساوي لي 1000 مايكرو لتر. بهالطريقة فأول شي راح نبدي 1 كيلو لتر يساوي لي 1000 لتر، 1 هكتولتر يساوي لي 100 لتر، 1 ديكا لتر يساوي لي 10 لتر، 1 لتر يساوي لي 1 لتر، 1 ديسي لتر اللي هو 0.1 لتر يعني 100 مل، 1 سنتي لتر يعني 0.01 لتر، 1 ملي لتر يساوي لي 0.0001 لتر. بهالطريقة. هاي شنو الفكرة مالتها؟ الفكرة مالتها انه هي تحويلات بين اللتر وبين الوحدات الثانية. ايش احتاج اني من هاي الهوسة كلها؟ احتاج اعرف انه الميجر اوف فوليوم قياس الحجوم الوحدة الاساسية هي اللتر، والتحويلات اللي دا تصير اللي ممكن الدكتور يجيب لك بالامتحان حول لي من فلان لفلان، او ينطيك فد قيمة كبيرة ويقول لك حول لي من هاي القيمة لهاي القيمة. اليونايتد ستيت فارماكوبيا دستور الأدوية الأمريكي والناشونال فورميولاري يعتبرون الواحد مل مكافئ للواحد سيسي، 1 كيوبك سنتيمتر. انت هسه من تشوف بالصيدلية تقول للمراجع اخذ من هذا الدواء 5 سيسي 3 مرات باليوم، 5 سيسي ولا 5 سيسي، تشوف التدريجات مال القبق او تشوف السرنجة مدرجة خلينا نقول بالمل، فهنا انت تعرف انه الواحد سيسي يكافئ الواحد مل. حسب شنو؟ حسب دستور الادوية الامريكي وحسب الناشونال فورميولاري. وحدات الحجوم هي الجرام، وما ينطبق على الفوليوم ينطبق على الحجم من ناحية الجرام وهاي الامور. كيلوغرام، هكتوغرام، ديكاغرام، جرام، ديسيغرام، سنتيغرام، مليغرام، واخيرا المايكروغرام. اكو وحدات مثل النانوغرام، بيكوغرام، فيمتوغرام. احنا حقيقة يعني بالحسابات الصيدلانية ما نستخدم اكثر من الجرام. يعني انت بالصيدلية انت قاعد يعني بالصيدلية امورك تمام، يجيك وصفة يقول لك حضر لي 2 كيلو فلاجيل، ماكو هيجي شيء. وبالتالي يعني احنا اللي بالبراكتس هاي كملاحظة انه بالبراكتس نستخدم ما نزيد عن الجرام بالاستخدامات مالتنا، يعني ما حتى الديكا جرام ما نقول انه ديكا جرام 10 جرام بهالطريقة. هنا أنا عندي fundamental computations، هي يعني حسابات أساسية لازم أنت تعرفها. شنو الفكرة من هاي الحسابات الأساسية؟ مثل ما قلت أنت المطلوب من عندك أن تحول الوحدة الفلانية إلى الوحدة الفلانية. فهنا يقول لك reduce 85 micrometer to centimeter. راح أروح أدي هنا عن المايكروميتر، عفوا اي نعم 85 مايكرومتر تو سنتيمتر. راح نقول 85 مايكرومتر تساوي لي 0.085 مليمتر، وراح تساوي لي 0.0085 سنتيمتر. هي عبارة عن تحويل بين هاي الوحدة إلى الوحدة الثانية. نفس الشيء هنا يقول لك حول 2.525 لتر تو مايكرو لتر. انت عندك الليتر راح تحول الليتر الى المل اللي هو راح تضربه في ألف، راح تطلع لي 2525 مل، وهاي ال 2525 مل راح تساوي لي 2,525,000 مايكرو لتر. نفس الفكرة بالجرامات. هنا by the ratio of and the proportion يقول لك انه الواحد ريديوس 62,500 مايكروغرام الى الجرام. نقول انه المليون مايكروغرام تساوي لي 62,000
و500 مايكروغرام. يعني شنو؟ يعني الواحد جرام اللي موجود من الجدول يحتوي لي على شقد مايكروغرام. كل واحد جرام من الجدول يساوي لي مليون مايكروغرام. الوحدة اللي منطيني اياها هنا شقد؟ منطيني 62500 مايكروغرام. فراح اقول انه الجرام الواحد يحتوي لي على شقد؟ يحتوي لي على مليون مايكروغرام. مليون مايكروغرام تساوي 62500 مايكروغرام. الواحد جرام شقد يساوي لي من هاي القيمة؟ لأن أنا بدي أحول هاي القيمة إلى الجرام، فراح تصير طرفين في وسطين وراح تساوي لي 0.0625 جرام. نفس الفكرة بهذا السؤال. هسه أنا عندي guidelines for the correct use of SI unit. فجايدلاينز معينة أو فالطرق معينة على مود نستخدم الاس اي يونت بشكل صحيح ومرتب وإفكتيف والأمور ما تكون كلها تمام بيه. Unit names and symbols generally are not capitalized except when they used at the beginning of a sentence or in heading. عادة احنا بنستخدم الجرام، ما نكتب ليتر او ما نكتب يعني شو اسمه الجرام ما نكتبها جي كابيتال، لا نكتبها جي سمول. فالاسامي مال الوحدات او رموز الوحدات عادة تكتب بحرف صغير الا في حالة ان وردت ببداية الجملة. However, the symbol for liter may be capitalized or not. الاستثناء الواحد هو الرمز الخاص بالليتر اللي ممكن اني اكتبه بشكل L كاملة او ممكن اسويه بشكل L small. مثال انه 4 لتر or 4 لتر بهالطريقة. هنا 4 مليم and 4 جرام. بعد شلون بدنا نكتب الجرام؟ بدنا نكتبها بحرف صغير، بينما ما نكتبها بهالطريقة 4 ام كبيرة و ام and 4 جي الجرام الكبيرة. فهذا اول جايد لاين نمشي عليه، انه الوحدات تكتب بحرف صغير عدا اللتر ممكن اكتبها بحرف صغير او اكتبها بحرف كبير. In the United States pharmacopoeia, in the United States the decimal marker or decimal point is placed on the line with the denomination and denominate numbers. However, in some countries a comma or a raised dot is used. بالولايات المتحدة الأمريكية شلون نكتب هاي البوينت اللي موجودة؟ البوينت تكتب بهذه الطريقة. هاي طريقة كتابتها بالولايات المتحدة الأمريكية. باع شلون موجودة هاي البوينت؟ موجودة بهذا المكان الصغير هنا 4.5. بغير دول ممكن البوينت هاي يكتبوها بشكل كوما بشكل فارزة، أو ممكن يكتبوها بشكل دوت بس الدوت هاي تكون عالية. احنا بالعادة شلون نكتبها؟ نكتبها مثل ما تكتب بالولايات المتحدة الأمريكية اللي هي 4.5. Periods are not used following SI symbols except at the end of the sentence. يعني شنو؟ يعني نكتب 4 مل and 4 جرام not 4 مل dot and 4 جرام، لا هي تكتب 4 مل وتكتب 4 جرام. A compound unit that is a ratio or quotient of two units is indicated by a solidus اللي هو هذا الرقم or a negative exponent. يعني من نقول انه نسبة فلان الى فلان او عندي فد ريشيو معينة، الريشيو المعينة تكتب 5 مل على الساعة، يعني كل ساعة دا ينزل لي 5 مل من هذا الدواء، او كل ساعة استخدم اني 5 مل او whatever، يعني اي جملة ثانية. فتكتب بهذه الطريقة المل على الساعة or 5 مل دوت اتش. فبهالطريقة يا اما هذا الرقم هاي الخط الكسر استخدمه او استخدم هاي الدوت، بس ما استخدمها ما اقول 5 مل بير اور بهالطريقة. بنفس الوقت يقول symbols should not be combined with the spelled out terms in same expression. يعني باوع اني من استخدم رمز، الرمز هذا يا استخدم كل هالرموز يا استخدم كل هالكلمات. يعني هنا الطريقة الصحيحة للكتابة اقول 3 ملغرام على المل، ما اقول 3 ملغرام على مليليتر، يعني ما اكتبها كتابة وانما ارمز للرمز مالتها. Plurals of unit names when spelled out have an added s. Symbols for unit however are the same in singular and plural. يعني أنا من أكتب مليليتر، مليليتر هي مفردة، بس من نقول مليليترز اللي هي عدد أكبر من المليليتر.
بالرموز من هاي الاس ما نضيفها. يعني هنا كاكزامبل 5 مليليتر باعوا، هنا هاي الاس مضيوفة دلالة على الجمع، انه انا عندي اكثر من 1 مليليتر. بس كتابتها بالرموز ما تنكتب مليليتر، ما نضيف هاي الاس، يعني ما نكتبها بهالطريقة، وانما نكتب ام ال بس، لا اكثر ولا اقل. Two symbols exist for microgram. عندي رمزين موجودات للمايكروغرام. الرمز الأول هو MCG اللي هو نستخدمه بالفارماسي براكتس. صعب احنا نكتب هذا الرمز اللي موجود اللي يستخدموه بالاس اي يونت، هذا صعب كتابته، وبالتالي بالفارماسي براكتس نستخدم الام والسي والجي بالفارماسي براكتس مالتنا. السمبل فور سكوير متر is مربع متر تربيع، for cubic centimeter cm تربيع and so forth. In pharmacy practice centimeter تكعيب is considered equivalent to milliliter. هاي ال cm مرفوعة لثلاثة هي تعتبر مكافئة للمليليتر. وين؟ بالفارماسي of practice. The symbol cc for cubic centimeter is not an accepted SI symbol. فال C الام مرفوعة إلى القوة 3 هذا هو الaccepted symbol لل cubic centimeter بالاس اي يونت. فالترم سي سي هو مو يعني accepted بهذا الرموز. الديسيمال fractions are used not common fraction. أكثر شيء احنا ما نستخدم نقول 51 على 4، وإنما نقول 5.45 جرام بهذه الطريقة. نجي على القاعدة الأخيرة والسلايد الأخير، طولت عليكم أني. A zero should be placed in front of a leading decimal point to prevent medication errors caused by uncertain decimal point. يعني شنو؟ بعض أنا عندي decimal point، الديسيمال بوينت هاي خلينا نقول 0.5، فإن جيت أنا ضفت نقطة بالأخير، هاي النقطة بالأخير غلط إضافتها، هاي كنقطة، هذا شيء. الشغلة الثانية لازم أكتب 0.5 0.5 أوضحها، ما أكتب 0.5. هاي البوينت 5 خطأ كتابتها، لأنه أنا ممكن من أقرأ الوصفة ما أنتبه على هاي النقطة الصغيرة اللي أنت حاط لي إياها، وبالتالي صعب قراءتها علي، أو ممكن أقرأها بطريقة غلط. يعني هنا أنا 0.5 جرام، وين 0.5 جرام وين 5 جرام، فبدأ تشوف الفرق. وبالتالي الزيرو should be placed in front of a leading point. الزيرو لازم أخليه هنا to prevent medication errors caused by uncertain decimal fraction بهذه الطريقة. To prevent misreading and medication errors, trailing zeros should not be placed following a whole number on prescription and medication orders. باعوا هسه أنا ايش قلت هنا؟ قلت هذا الزيرو قبل الرقم لازم أضيفه على مود أكون certain من الأمور مالتي، أن الأمور مالتي كلها تمام، بينما ما لازم أضيف هذا الزيرو بعد الرقم. يعني شنو؟ يعني أنا عندي 5 ملي جرام، اكتب لي إياها 5 ملي جرام، لا زايد ولا ناقص، لا تكتب لي إياها 5.0 ملي جرام، لأن هاي ال 5.0 ملي جرام ممكن ما أنتبه على البوينت وأكتبها شقد أو أوزنها شقد، أوزنها 50 ملي جرام، فعلى مود نتفادى هذا الخطأ اللي دا يصير. However, in some tables such as those on the SI in this chapter, pharmaceutical formulas and quantitative results, trailing zeros often are used to indicate exactness to a specific number of decimal places. هذا هيك. In selecting symbols of unit dimension, the choice generally is based on selecting the unit that will result in numeric value between 1 إلى 1000. يعني شنو؟ يعني الإكزامبل أختار 500 جرام بدل 0.5 كيلو جرام. يعني أنا من أكتب رقم أحاول قدر الإمكان أخلي هذا الرقم مالتي واضح والأمور مالتي تكون كلها تمام، فمن دا أكتب 500 جرام أحسن مما أكتبها 0.5 كيلو جرام. فبهالطريقة 1.96 كيلو جرام أفضل كتابتها من 1960 جرام. يعني أنا لازم أختار النوميريك فاليو تكون 1 إلى 1000، فهنا ال 500 جرام تقع ضمن الرينج 1 إلى 1000، بينما 1960 لا، هاي ما تقع ضمن الرينج مالتي،
فتكتب بهذه الطريقة 1.96 كيلوغرام. هنا نفس الشيء 750 مل تقع ضمن الرينج مالتي، فاكتبها بهالطريقة وما اكتبها بطريقة 0.75 لتر. بهالحالة نكون خلصنا المحاضرة الأولى، وإن شاء الله يا ربي أكون أو تكونون استفاديتوا من عندها وما مليتوا من عندي، وإن شاء الله راح نكمل المحاضرات الجاية بأسرع وقت ممكن. كل التوفيق للجميع.